اسمي فاطمة القيروانية، وأعرف بفاطمة الفهرية. ولدت سنة 800 ميلادي في القيروان عاصمة الدولة الأغلبية حينها، فترعرعت في شوارعها العتيقة، وتعلمت من مشايخها وعلمائها، حيث كانت القيروان في ذلك الوقت أهم مراكز العلم في العالم. وكان الطلاب يقصدونها من شتى دول العالم، فترى الأندلسي والإيطالي والفرنسي واليوناني والعراقي وغيرهم يزحفون نحوها لتلقي العلم منها. ومن جامعة الزيتون أول جامعة في تاريخ البشرية، والتي كانت من مهامها نشر العلوم الإسلامية في مناطق تعاني الجهل والفقر والحرمان. ويجب هنا أن نشير إلى أن إفريقية، ونعني بذلك تونس القديمة، في ذلك الوقت كانت بمثابة الأم الحنون لمنطقة المغرب والأندلس، الذين تأسسوا كلهم على يد شعبها القديم. فقد كانت إفريقية تعتبر تلك المناطق كأطفالها الرضع الذين يجب تغذيتهم وحمايتهم، ومن واجبها أن تعلمهم الدين والتحضر. سافرت ووالدي مع 1000 عائلة قيروانية من أغنى العائلات إلى فاس، وعشت فيها. وبعد وفاة والدي وزوجي ورثت ثروة طائلة، قررت التبرع بقسط من أموالي وبناء جامع القيروانيين سنة 859 ميلادي، اقتداء بجامعة الزيتون بتونس، وهو ما كان لي. وقد شيد الجامع وألحقته بمكتبة، وأصبح هو الآخر منارة علمية في فاس يرتاده ابناء البلد ولا يضطرون السفر إلى تونس طالبين العلم. وقد قامت أختي مريم ببناء جامع هي الأخرى بالأندلس، توفيت سنة 878 ميلادي.